بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله احنا هنعمل مكرونة بطريقة مختلفة شوية، كده من غير اي حاجة ولا لحمة ولا فراخ، عشان احنا طبعا ايه تبقى اكلة اقتصادية وسريعة في نفس الوقت. جبت المكرونة دي شكلها جميل قوي وصغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده، وحطيت معلقة زيت في الصينية وهبدأ احمرهم واخلي المكرونة تاخد لون معانا. يا ريت اللي اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. احنا هنحاول الفترة اللي جاية دي نعمل اكلات اقتصادية شوية بدون لحوم او فراخ، اكلات على قد بس يا ريت نمشي على نفس الخطوات. هنخليها تاخد لون ونكمل الوصفة بتاعتنا. اول ما المكرونة بتاعتنا تاخد لون زي ما انتوا شايفين كده هنضيف 4 فصوص ثوم متقطعين زي ما انتوا شايفين كده، وقرن شطة للي بيحب الحاجة المشطشطة، اللي مش بيحب الحاجة المشطشطة ما يحطش. ونقلب لحد ما نشم ريحة الثوم. يا جماعة مكرونة بالثوم جميلة جدا، جربوا تعملوا مكرونة بالثوم. جربناها بالثوم عجبت كل اللي كانوا منها، بتبقى حلوة جدا. اول ما نشم ريحة الثوم نضيف معلقتين صلصة، دول معلقتين صلصة كانوا عندي في البرطمان، حطيت عليهم معلقة مية وضفناهم. بعد كده ضفنا مية مغلية وهنضيف بقى التوابل بتاعتنا. نحط مكعب مرق دجاج، ونحط رشة فلفل اسود، وكل واحد بقى يتبل بالتوابل اللي بيحب يحطها. مننساش نحط معلقة سكر علشان تعادل الحموضة اللي في الصلصة. المكرونة دي سهلة جدا جدا، حتى ما عملناش طماطم، اللي حطينا صلصة بس. جربوها يا جماعة وشوفوا طعمها. اديها بس لما تستوي هوريها لحضرتك. دي شكل المكرونة بتاعنا بعد ما هي خلاص داخلة على ان هي تستوي. جميلة جدا جدا، بالذات المكرونة الصغيرة دي، وكمان بالثوم طعمها جميل جدا جدا. يا ريت تجربوها. أكلة ما خدتش مننا 3 دقايق، ولا عملنا بصل ولا عملنا طماطم. هي معلقة صلصة مع المكرونة، حاجة كده بسيطة وعلى قد كده. جربوها. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الوصفات الاقتصادية على قد ايدينا كلنا. واللي مش عايز يحط شطة كل واحد ايه على حسب رغبته ورغبة أسرته. شايفينها عاملة زي المبقبقة، جميلة جدا جدا جدا. يا ريت تجربوها. شكرا، اشتركوا في القناة. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده. السلام عليكم.